أو أنت بتقدم محتوى ولسه مبتدئ ومحتاج مايك وبتحس إن فيديوهاتك حلوة بس الصوت هو اللي واقع، ركز معايا. أنا بصراحة دي أول مرة في حياتي أستخدم مايك، وكل الفيديوهات اللي فاتت كنت بصور بالتليفون عادي، فقلت أجرب وأشوف هل المايك فعلا بيفرق ولا لأ. المايك اللي معايا من نيفو MB60، خلينا نفتحه مع بعض. طيب ده المايك نفسه، حجمه صغير والكواليتي بتاعته حلوة الصراحة. بيجي معاه الريسيفر بتاعه، بيكون للأندرويد والآيفون زي ما انتوا شايفين كده. والمايك طبعا بيكون ماجنتيك. وكمان في ميزة إن أنت لو عايز تشحن المايك لوحده بتشحنه من هنا طبعا، وده الكابل بتاعه. وكمان في حاجتين تاني بيجوا معاه، بتيجي مع دي اللي هي بتستخدمها لما تكون بره وكده عشان تمنع الهواء وكده يعني. وكمان دي ماجنتيك زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي أنا بتكلم من غير المايك، وده صوت التليفون عادي. وكده أنا بتكلم من المايك بس لسه ما شغلناش النويز كانسليشن. وكده شغلنا النويز كانسليشن من غير أي تعديل، من غير فلتر، تسجيل دايركت على طول. كأول تجربة ليا مع مايك الفرق واضح، الصوت أنضف وأوضح، مفيش دوشة حواليه. وكمان في ميزة تانية اللي هو الميوت. كده الميوت اتشال. الصراحة يعني مقابل سعره أداء محترم جدا. نصيحتي ليك لو أنت مبتدئ ومش عاوز تدفع رقم كبير وعاوز تحس بفرق حقيقي في الصوت، النوع ده هيأدي الغرض معاك. لكن لو شغلك احترافي والدنيا دي، ساعتها هتفكر في مستوى أعلى. المايك ده ب1200، لكن حاليا هو معمول عليه خصم ب1000 بس. لو بتفكر تشتريه أو عاوز تعرف عنه أكتر سيب لي كومنت. وبس كده، قولوا لي رأيكم في الكومنتس، هل هو يستاهل ولا لأ. والسلام عليكم.